السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومشكلة بتواجه كتير من الأسر، هي مشكلة الارتفاع الشديد في أسعار الملخصات والكتب الخارجية. المجتمع المصري مجتمع شاب، البيوت كلها عندها أولاد في مراحل التعليم. أنا يا جماعة اتفاجئت إن مجموعة الرياضيات لطالب الثانوية العامة قسم علم رياضة ب 850 جنيه، ده غير إن هو عاوز عربي، إنجليزي، فرنساوي، عاوز كيمياء، فيزياء، وطول السنة المدرس عاوز كتب وعاوز ملخصات ومذكرات لحد يوم الامتحان الطالب بيشتري كتب. الاستفادة من الملخصات بتاعة العام الماضي، أمهات كتير ولادي خلصوا حطيت الكتب في البلكونة أو تحت السرير أو بعتهم لبتاع الروبابيكيا. أنا بقولك دلوقتي ممكن الكتب دي لو أخدتها مؤسسة أو جمعية خيرية وطالب تاني هيستفيد منها، ربنا يجازيك كل خير، وإن شاء الله تلاقي ده بركة وتوفيق ونجاح لأولادك. ده حاجة زي الصدقة الجارية. الكتب دي هتروح للجمعيات الخيرية، هيجمعوها، هيروحوا الطلبة أيتام أو من أسر رقيقة الحال هياخدوا الكتب ويستفيدوا منها. احنا في مجتمع يا جماعة بعض الأسر دخلها بيبقى معاش تكافل وكرامة 500-600 جنيه، يعني ما يكفيش ملخص لمادة واحدة. النشاط ده لا يقل أهمية للجمعيات والمؤسسات الخيرية عن إنهم بيقدموا أكل أو مساعدات نقدية للأسر، لأن التعليم هيفضل هو الوسيلة رقم 1 للارتقاء الاجتماعي. شفنا ناس كتير من الشقيانين كان التعليم عندهم رقم 1، علموا أولادهم وأولادهم دلوقتي نفعوا نفسهم ونفعوا بلدهم ونفعوا أسرهم. ناس كتير من الشقيانين قبل ما أكل ولادي أوديه الدرس أعلمه أجيب له الكتاب. طب الدنيا دلوقتي بقت صعبة على الناس كلها، يبقى دور المؤسسات والجمعيات الخيرية التعليم، لأن التعليم هو الصناعة رقم 1 اللي لازم كلنا نهتم بيها، لأن العائد بتاعه رهيب. دول كتير متقدمة حوالينا بتاخد الكتب من الطالب من السنة الماضية تديه للسنة اللي بعده، تديه للطالب اللي بعده. احنا مش أقل منهم ولا احنا أغنى منهم. ايه المانع نستفيد من الكتب اللي موجودة ونديها للطالب في السنة اللي بعدها؟ الطالب هيستفيد منها وهنوفر كتير، وهنوفر تعليم لطلبة يستحقوا فعلا ان احنا نساعدهم. هتبقى انتوا همزة وصل، اللي عنده كتب بيجيبها واللي محتاج الكتب بيجي ياخدها من عندنا. دور عظيم ان شاء الله، ربنا ينفع بينا وبيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والى ان نلتقي في موضوع اخر يهمنا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.